السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. وانا بيوتيفل ديما معكم وديما الجديد. لاول مره غادي تشوف هذه القناه معليها غير الاشتراك فيها وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد السلو اللي كنصاوبو انايا شخصيا، كيجي بنين وزوين. كنتمنى انكم تجربوه ونتمنى ان ننال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. ودابا غادي نبداو مع الوصفه على بركه الله. ودابا غادي نبداو في المقادير وطريقه التحضير. هنا عندنا كيلو ديال الكاوكاو من بعد ما سلقته ونقيته وقليته وطحنته. هنا كذلك عندي كيلو ديال اللوز من بعد ما سلقته ونقيته وقليته وطحنته. هنا خديت واحد كيلو وربع ديال الزنجلان من بعد ما قليته وطحنته. دابا كل كيلو كنديروا فيه ربعه ديال السكر كلاصي ولا حسب الذوق ديالكم، الذوق على كل واحد. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي كينقص الحلاوه، ماشي مشكل. درت واحد شويه ديال النافع وشويه ديال حبه حلاوه وطحنتهم. وهنا عندي القرفه، وهنا خديت واحد جوج ديال الكوزات. تقدروا تطحنوهم تدقوهم اولا تحكوهم، ماشي مشكل. هنا عندي في المجموع ديال الكاوكاو واللوز والزنجلان عندي هنايا 3 كيلو وربع. اذا غادي ناخذ 3 كيلو وربع ديال الدقيق حمرته وغادي نغربلو كذلك. نتوما الا بغيتو تزيدوا اكثر من هاد النسبه هذه تزيدوا، الا بغيتو تنقصوا ماشي مشكل. تقدروا ديروا مثلا نص كيلو ديال الكاوكاو، نص كيلو ديال اللوز، نص كيلو ديال الجنجله. غادي يجيكم في الدقيق غيجيكم كيلو ونص. هاد الكميه هذه كافيه اللي كاينين جوج الاشخاص. ما قلت لكم تما خدينا واحد 3 كيلو وربع ديال الدقيق. غادي نضيفوا ليه المكونات اللي عندنا 3 كيلو وربع. كذلك ضفنا هنايا الزنجلان، غادي نضيفوا كذلك اللوز، وغادي نضيفوا كذلك الكاوكاو. دابا غادي نضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال النافع، وكذلك 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، وهنا خديت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، وكذلك واحد 2 كوزات. تقدروا نتوما تدقوهم، انا غادي غير نحكهم. من بعد ما خلطنا المكونات كاملين ضفناهم في داك البانيو، غادي نخلطوهم مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ولا بقى لكم هاد المكون بقاو لكم هاد المكونات محبين، حاولوا تدوزوهم في الغربال. كاملين ضفنا هنايا السكر كلاصي. كيف قلت لكم كل كيلو درت ربعه ديال السكر كلاصي. نتوما قلت لكم على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي السكر كثير، كاين اللي كيبغي السكر قليل، وتقدروا تذوقوا تشوفوا الحلاوه كيف جاتكم. ودابا غادي نخلط المكونات بهذه الطريقه، وخليكم معايا ما تزابيوش.
دامجوا لينا المكونات كيف ما كتشوفوا. ها هو السلو ديالنا وجد. دابا خاصو غير يتخلط. انا غادي ناخذ واحد الكميه اللي هي قليله، غادي نخلطها مع الزبده والزيت. مثلا استعملتوا ربعه ديال الزبده، غادي ديروا ربعه ديال الزيت. واحد الكاسرونه الزيت حتى يطيب مزيان ونضيف ليه الزبده. غادي نخلط به غير واحد الكميه اللي غادي نستعملها انايا، ما غاديش نخلطو كامل باش يبقى مزيان. فيما كنحتاجو كنهز واحد الكميه وكندير ليها الزبده والزيت. نتوما الا بغيتو تخلطوه كامل داكشي كيبقى اختياري ديالكم، وخليكم شوفوا كيفاش غادي يجي سلو وبالصحه والراحه.